قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي مجنناني. عاملين ايه؟ ساندي طبعا. بصوا كل سنه وانتم طيبين. الاول عاملين ايه؟ وحشتوني قوي بجد. النهارده بقى خلصت الكحك والبسكوت والبوديفور والغريبه. وايه تاني يا بت؟ كحك وبسكوت وبوديفور وغريبه. وعملت بسكوت بردك زي من نفس عجينه البوديفور. عملتها كده مدوره، امسكها غطاسه في الشوكولاته، وبعد كده اقوم حاطاه بقى في الحلويات والحاجات بقى وجوز الهند والحاجات دي وازوق. بس مش النهارده، ان شاء الله بكره او بعده هنزوق عشان العيال دول ما ياكلوهوش. ماشي، عمالين شغالين اكل في الحاجه. لا انا يا ساندي. ساندي بقى ايه؟ غرزها في غسيل السجاد. هي السجاده دي اللي فاضله، انا غاسله الباقي كله اصلا بقالي اكتر من 10 ايام. عشان بقى صغيرة. دي اللي فاضله، وشلت الانتريه فوق هنا اهو، وحطيت رسمه جديده اهي شايفينها، قلت اظبط بيها الصاله. ماشي رسمة وانا هتكسح رجلي وقفت. خلاص يا حبيبتي هنعمل مكان. ورمضان كريم، مع السلامه يا رمضان. بجد انا بجد بامانه، انا دي رابع او خامس سنه اتعب بجد في رمضان. جامد جامد جامد، بس تعب مش تعب عادي، تعب موت بجد والله. يعني استغفر الله العظيم. الواحد على قد ما انا بحب شهر رمضان، على قد ما انا نفسي يخلص، مش عشان اكل ولا شرب والله. انا ولا بحس بالصيام ولا بحس بعطش ولا بحس باي حاجه. الجو طبعا جميل، بس انا اللي تعبني معدتي اتقلبت، وخدت علاج سكر غلط، والسكر عامل عمايله مدمرني مدمرني مدمرني، غير السخونيه والبرد اتبهدلت بجد والله. الاسبوعين دول بقى لي اسبوعين بالظبط متبهدله، وبعمل اللي ورايا بالعافيه، ومعدتي كل يوم عايزه ارجع وهموت ودايخه. وكذا مره كنت هخش في غيبوبه، كنت هموت بجد الاسبوعين دول بجد. انا في اول رمضان كنت كويسه، بس عشان انا مش متابعه دكاتره في رمضان، فتلاقوني بقى ميته خالص والله العظيم بجد الاسبوعين دول. يا رب يعدي عليا رمضان على خير. انا ما فطرتش الا يوم واحد بس على فكره، بس شكلي بقى يوم واحد بس في رمضان اللي فطرته، عشان جالي سخونيه جامده وزوري كان قافل، والسخونيه كانت بتموتني الصبح كده. جوزي فضل يتحايل عليا، ما رضيتش اكل لحد العصر كده. اخر ما زهقت انا طلبت من ابني، قلت له اعمل لي سندوتش جبنه. خدت سندوتش الجبنه وبرشام بقى احدف بسرعه، جونجستال ومش عارفه ايه. كذا نوع برشام وشرايط برشام طبعا، عشان انا ما ينفعش اخد اي برشام عشان خاطر السكر. خدت انواع جوزي جابها لي من الصيدليه معينه ليا، وقعدت خدتها بقى والحمد لله وقفت على رجلي شويه. بس كل يوم بردك حاسه التعب، ويعني السكر اصلا بيعمل لي مضاعفات، وخدت علاج غلط بقى مبهدلني اكتر، وكنت هخش في غيبوبه كذا مره. بس الحمد لله يا رب. ادعوا لي بالله عليكم يعدي عليا رمضان، يعني يا رب يا رب يا رب يعدي عليا على خير كده يا رب. وادعوا لي بالله عليك ان ربنا يشفوني يا جماعه، يشفيني بالله عليكم بالله عليك. انا غسلت كل السجاجيد، خلي بالكم فاضلش الا دي. الابله ساندي بقى حكاها فيها اهي، فعماله سايباها محتاسه. بروح عشان ما تدخلش على الاوض. ها ماشي، بس كفايه. المفروض الحته اللي تعمليها تدعكي. نزلت. قومي قومي قومي، انت ساندي هتنام لي في البتاع. اوعي ماما، بصي غسيل السجاد بيبقى كده. بصوا يا جماعه ساندي، اوعي يا بنت كده 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 كده. لا بس نضفت والله، شاطره يا بنت. هبديكي صابونه تتزحلقي بيها يا ساندي. كويس. ساندي بصراحه النهارده عملت معايا بديفور وغريبه والبسكوت، هي وبابا، وقعدوا يلفوا معايا المكنه بصراحه. جوزي وسيف حبه وساندي، وفي الاخر سبت حته عجينه لسدن قعدت تعكد بيها. وعندي كوب غسيل بصوا قد ايه عايز يتغسل، والغساله فيها غسيل مغسول. الغساله فيها غسيل مغسول ومشطوف وعايز يتنشر، ما اناش عارفه اعمله. هنشره طبعا. ضربات قلبي بقت زايده قوي بجد، ضربات قلبي عاليه، ومش قادره اتنفس كتير، وهبوط دايما، وتعبانه جامد. يا رب ربنا يشفي كل مريض. على قد ما انا كنت تعبانه بجد، على قد ما انا دعيت للناس قلت يا رب ما تخلي حد يتذلل اي مرض، ويا رب ما يذل حد المرض، ويا رب يشفي كل مريض ويبعد عن الناس اي مرض. لان بجد لو شويه صداع والبني ادم عنده السكر، ربنا اللي عالم بيه. بأمانة الله يكون في عون الناس اللي تعبانة بجد والله العظيم بجد. أنا بقالي 10 سنين ولا 8 سنين عندي السكر، يعني من وأنا في عز شبابي، في عز ما أنا كنت لسه في العشرينات، يعني ما كنتش دخلت في حاجة و30، كنت لسه في العشرينات. دلوقتي بقيت 35 36 سنة. اتبهدلت بجد، متبهدلة حاسة إن عندي 50 سنة.
عندي 60 سنة. بتهيألي الناس اللي بتمشي في الشوارع يعني جامدة عني ما شاء الله، ربنا يديهم الصحة. بس أنا خلاص بجد تعبت. بدعي من قلبي إن قبل ما رمضان ما يخلص إن ربنا يديني القوة كده ويديني الصحة كده عشان نعرف نكمل مع عيالي. بجد بقيت السنين اللي فاضلة من عمرنا الله أعلم فاضل لنا قد إيه، بس ربنا يسترها بجد. هنكملوا مع بعض غسيل السجاد. اغسلي يا قروبة، لازم ننزل له ساندي. سايبيني وانا مش محتاطه اتمرمطي يا بنتي، يلا يا بنت. تعالي يلا بقى يا سوسان عليك، يلا نكمل بدالك. ساندي قالت لي يا ماما صورينا واحنا بنغسلوا السجاد. هسخن خرطوم دلوقتي. خرطوم ده انا حميكي بيه مش هينفع نشطف هنا في الصاله. ليه؟ هتخش الميه على الاوض. احنا نغسلها فين؟ هنخش قولي احياء. عيب الكلمات دي، الناس ما يعرفوش الاسكندرانيه بيقولوا احياء جزمه. طب هنحطها فين؟ هنشطفوها في الحمام. يلا تتشطف في كل الحمام. الناس تغسل في الحمام. غسلت مشايات ياما اهي. يلا نشغلوا اغاني. يلا يلا يا ساندي. جماعه يلا ارقصوا معانا. The Bluetooth device is ready to pair. سوسان ده حاطه الشغل بالتليفون. Music. ظهره جامد وجرد الميه. يلا الشاشة ما بتاعها. تكبيش ميه تاني اصبري عشان انا اللي هنعمل بقى شغاله. اغسلي يا بنت والله يا زمن. يا حبيبي اهو بقول لك يلا يا سانتي اسخني كده مع الاغنيه. المفروض ما تشغلوش اغاني بس انا عايز نخترع لك لهجة حبيبي انا دايم دوم. مرشا مرشا انسان وايد قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. برشا برشا اغسلي يا سيدة. قوي قوي انا نبغي يموت عليك ربي يخليك على طول. يا لا والله يا بعد عمري احلى الحياة. قومي يلا بقى. كفايه كفايه انا هغسل بقى الحتت الغامقه دي وتتشطف خلاص. الساعه 11. بصوا ساندي عايزه تعمل لي اي خدمه. هي ساندي الميه اللي جات لك من ورا دي. والله يا بصوا الميه اتمليتي كرول يا عبيطه. سدى دوختنا واحنا بنعمل الكحك. يلا اغسلي يا قروبه. ولو عايز نخترع لك لا يا حبيبي انا جاهز موت. كل سنه وانتم طيبين. يلا كفايه اعملوا باي باي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. وميات ايمن واماني وعيالي بجد. باي باي. كل سنه وانتم طيبين.